لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اول حاجه عندنا زي ما انتم شايفين كده ايه البطاطا. طبعا كل سنه وانتم طيبين. البطاطا خلاص الموسم بتاعها ما بقتش موجوده. انا كنت شاريه ده البطاطا دي بالظبط قبل رمضان بكذا يوم، تمام. فكان فاضل حوالي نص كيلو زي ما انتم شايفينها كده. سلقتها قطعتها شرايح اهي، حتى لسه سخنه، شرايح زي البطاطس، وسلقتها عادي في ميه عاديه خالص. هنعمل بيها طريقه كده حلوه. الطريقه دي تنفع حلو وحادق، يعني تمشي كده زي ما مثلا بنحشي الجلاش حلو وحادق، برضك البطاطا دي هتبقى حلو وحادق زي ما انتم شايفين كده. ماسكه الشوكه وبفتتها خالص وبهرسها عشان تبقى بيوري. شايفين اهي بهرست الايه البطاطس. طبعا انا عايزه هرسه هرسه حلوه عشان مش عايزه اي تكتلات تكون موجوده فيها تاثر علينا. حتى في ناس بعد ما بيهرسوها بيصفوها بالمصفى دي، تمام، عشان يعني ما تكونش فيها اي تكتلات من اي نوع خالص. اهي وهي سخنه كده انا هحط عليها معلقه سمنه، ولو سمنه طبعا يستحسن تكون فلاحي. انا هحط سمنه جنه او روابي اي نوع عندك، تسيح بس فيها كده تدي نكهه طبعا حلوه، وكمان هتساعدنا في التشكيل. شايفين بقت بيوري خالص اهي، وسيحت الايه السمنه معانا. ممكن تحط زيت او زبده، يعني المتاح عندك اعمليه. طبعا احنا عارفين ان لون البطاطا ممكن تسيبيه كده وممكن تثبتيه بلون تاني لو عندك لون صناعي، بس انا شايفه اللون بتاعها لوحده كده جميل. شايفين ادي البطاطا بيوري. هنحط عليها معلقه كبيره من النشا والباقي دقيق لحد طبعا اما الخليط بتاعها يتماسك. شايفين بقت طريه خالص اهي. بس عايزه اظبط الزاويه بتاعه التصوير عشان كده متهيألي اوضح. انا بس عايزه النور اللي بره ده يعني ينور الايه الخلفيه شويه، تمام كده اهي كده خالص. ادي معلقه كبيره من النشا، ممكن تحطي معلقتين ثلاثه يعني على حسب، بس مش هينفع نعملها كلها نشا عشان النشا هيكتمها هيخليها ناشفه، تمام. هحط عليها بس ايه يعني عصره ليمونه، وده اختياري. ممكن بقى تحطوا عليها انتوا بدل الليمون اي منكهات، ممكن قرفه، ممكن اي نكهه، علبه قهوه، تمام، اي نكهه بتحبيها انت وعيالك حطيها. خلاص كده اهي. انا بس عايزه المزازه اللي هي بتاعه الليمون، ودي اختياري. خلاص اهي. طبعا هنفضل نحط الدقيق بقى بالتدريج لإذا نوصل للقوام اللي احنا عاوزينه. هوريها لكم في النهايه، تمام. انا سبت انا بحسب ان انا قفلت الفيديو، انا كنت بس بوطي النار. شايفين كده خلاص. هنحطوا معلقه من البيكنج باودر، معلقه صغيره مش هنكتر عشان بس ما تبقاش مكتومه، مش هنحط الباكو كله، معلقه بس منه. خلاص كده اهي، معلقه من البيكنج باودر او البيكربونات. خلاص تمام كده. هي شربت الايه النشا. انا بس عايزه احط صراحه حته سمنه لان ريحتها حلوه، فعايزاه يعني ايه تدي الاكل نكهه حلوه، يعني زي ما قلت سمنه زبده، تمام. خلاص ممكن تحطي قرفه، اي نكهه بتحبيها في المرحله دي. هنمسك بقى الدقيق. انا بس عايزه السمنه او الزبده دي تسيح.
الدقيق بالتدريج. طبعا انا بكلمكم ومميسه بره واقفه منوراني. الدقيق بقى قد ايه؟ الدقيق لحد ما الخليط يتماسك تبقى عجينه، يعني مش الدقيق ملوش عيار ثابت الا لما دي تتشكل معانا اهي. لو انت بقى مش عايزاها تشرب دقيق ياما ممكن تسيبها شويه لحد ما تبرد، يعني هي بدات خلاص تبرد العجينه اهي. يبقى مكونات بسيطه خالص عباره عن بطاطا ونشا ودقيق. شايفين انا بس الاول هعجنها بالشوكه او بالمعلقه وبعد كده هعجن بايدي، بس انا عايزاها تتشرب من حبيبات الايه زي ما انتم شايفين كده الدقيق والنشا. ممكن برضك بدال الدقيق تحط دقيق سيمولينا او الدقيق اللي هو بتاع البسبوسه او دقيق الشوفان. في ناس بتحب دقيق الشوفان عشان السعرات الحراريه اقل يعني. خلاص كده نبتدي بقى نعجن بايدينا في المرحله دي ونرجع تاني. بصوا يا جماعه زي ما انتم شايفين كده وصلنا لقوام عجينه، حتى جبت شويه ميه وبدات ان انا تبقى عجينه ملساء، مش عايزينها مكتومه قوي. تمام خلاص كده تمام. المرحله دي بقى هتجيبي اي علبه او اي غطا زي ما انتم شايفين كده، دي علبه التلاجة اهي، وهتحطي عليها كيس بحيث اللي انت تشكلي عليه او استرتش. خلاص تمام. طبعا عشان احنا مش عايزينها برضك عجينه ماسكه جامد هنحطه شويه زيت كده، ايدينا نعصر ايدينا زيت ونبتدي نصبر زي بالظبط ما بنعمل ايه، ما بنعمل الكفته. ادي ايدينا زيت تمام، وهناخد كده حته بسم الله نعصر ايدينا التانيه كده. هي بتقبل يعني ممكن كمان تاخد دقيقه عن كده، بس انا مش عايزاها عجينه مكتومه يعني فاهمين اهي. نبتدي بقى ان احنا نضغط كده عليها. بصوا انا اقوم اجيب كيس عادي وارجع تاني. بصوا يا جماعه زي
بصوا بقى يا جماعه، تعالوا نشوفوا. ادي بغليها اهي في ميه، ممكن تغليها في شوربه، ممكن تغليها في دمعه. تمام. انا ما بتتقلبش دلوقتي عشان تمسك في بعضها، انا بس الفيديو نسيته كان شغال وانا بحسب ان انا قفلته. اول ما تغلي هوريلكم هنعمل ايه. بصوا يا جماعه، طبعا هي بتغلي حوالي نص ساعه، مش عايزه طبعا استعجل عليها عشان النشا والدقيق اللي جواها يستوي. تمام. هنشوفوا بقى واحده مع بعض. قلت لك اول ما تحطها مالكش دعوه بيها عشان ما تفتتش منك. تمام كده. بسم الله. لسه برضو عايزه، مش عارفه امسك. شايفين السوا بتاعها لسه. اما بقى بالنسبه عبال ما هي تستوي، عشان الفيديو ما يطولش لان الفيديو عندي معلق شويه، التليفون معلق، هي لسه هتاخد وقت. هنجيب في التقديم بقى، هتبقى عامله زي بالظبط، شايفين كده اهي، هتبقى عامله زي الكبابي بالظبط. شايفينها؟ تمام. طيب طريقه التقديم، عايزه انت تضيفي عليها مربى. انا كنت عامله مربى قبل كده، مربى لارنج او مربى مثلا من مربى مش اي نوع مربى ماشي خلاص. طيب دي لو انت عايزاها، مسكره. طب لو انت عايزاها مش مسكره، عايزاها مالحه، هتضيفي عليها كاتشب او مايونيز. تمام. يعني دي النقطه اللي في طريقه التقديم بتختلف. او ممكن بدل الميه تغليها بدات تفور اهي، بدل الميه لسه شويه، بدل الميه يا جماعه تغليها في دمعه لو انت عايزاها مملحه. تمام. حاول طبعا اما تطلع من الميه هوريها لكم واصورها لكم.